السلام عليكم، مرحبا بكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. كنرحب باي واحد كيشوف هذا الفيديو وكتدخل القناه ديالي لاول مره. كنتمنى تعجبك القناه ديالي ويعجبوك الفيديوهات ديالي، وما تنساش تخلي لي لايك وتعليق ديالكم. اليوم في هذا الفيديو انيتك وجبت لكم واحد الفكره زوينه بزاف باش تصاوبوا ميني تاكوس او ميني تاكو غير في الدار بمكونات بسيطه. ما غتشريو حتى حاجه من على برا، كل شيء غتوجدوه في الدار. حتى العجينه ديال التاكوس غتوجدوها في الدار بواحد المكونات بساط بزاف، كاينين في اي دار كتلقاو هاد المكونات وغادي تحصلوا على واحد تاكوس واعر واعر. شوفوا لي البنات، شوفوا لي النتيجه كي دايره. نتوما شوفوا هاد الميني تاكو كيف تقدروا ديروه كبير، ماشي غير صغيور، تقدروا ديروه بحجم كبير ولا متوسط. هانتوما شوفوا لي ديك العجينه كيفاش كتكون واعر بزاف ومقرمشه، وفي نفس الوقت رطبه وبواحد الحشوه زوينه بزاف وسهله بزاف. كنتمنى يعجبكم لا فيديو. كيف قلت لكم الا عجبكم ما تبخلوش على اللايكات ديالكم والتعليقات ديالكم. يلا نمشيو نشوفوا المكونات والطريقه. في واحد الاناء كديروا تقريبا باش تخرج لكم كميه كثيره 800 غرام ديال الدقيق، او لا تقدروا ديروا يعني كيلو كاع وتخدموه. كتزيدوا عليه 2 معالق كبار ديال الزيت وشويه ديال الملح. صافي هادو من المكونات كتجمعوه بالحليب، يعني كديروا الحليب الكميه اللي غادي تخلي العجينه تجمع لكم. كدلكوها مزيان، واهم حاجه تخليو العجينه حتى كترتاح. كيف كتشوفوا البنات غديروها على شكل كويرات وكتخليو هاد العجينه ترتاح. اهم حاجه هي هاد العجينه كتخليوها ترتاح مزيان. من بعد ما كترتاح، اول حاجه كناخذ واحد المقله كنحطوها على النار حتى كتسخن مزيان. كتخليوها تسخن، ملي كتسخن كتنقصوا عليها شويه. كناخذ واحد الاطار كنعبروا الدائره ديال المقله وكنسرحوا كل كويره وكنقطعوا الدائره العجينه قد هذيك المقله باش ما تجيناش هاد الخبز ديال الطاكوس يجينا وحده كبر من وحده ولا يجينا فيهم هذوك الشناتف من الجناب. من الاحسن ديروا هاد لاصيص، خذوا شي اطار وعبروا به هو اللي غتعجنوا به. بالنسبه للطياب كتحطوا اول عجينه غير كتهز هكاك كتقلبوها صافي وكتعاودوا ترميو الثانيه. ما كتخليوهاش حتى كطيب، غير كتنفخ وكدير هذوك التبوقات. كيف كتشوفوا ما كيتحمروا غير شويه وكتحصلوا هاد العجينه ديال الطاكوس. كتقدروا تحتفظوا بها غير في الثلاجه، تغطيوها بالبلاستيك وكتستعملوها مره اخرى. دابا غادي نمشيو للمكونات كيفاش غادي الطريقه كيفاش عفوا كيفاش غديروا ليها. غديروا واحد القطاعه كتقطعوا دوائر على القياس ديال الساندويتش اللي بغيتو نتوما. يعني الا بغيتو ديروا غير كبار ديروا قطاعات كبار. وهذوك العجينه اللي هذيك اللي كيشيط، هذوك الطريفات اللي كيشيطوا لكم تقدروا تقليوهم اولا ديروهم في الفران. كيجيو بحال الشيبس زوين بزاف، تعطيوهم لوليداتكم ولا تاكلوهم حتى نتوما. المهم حتى حاجه ما كتضيع. هانتوما شوفوا كيفاش كيجيو زوينين بزاف وساهل في التقطاع. حتى الا ما قدرتوش تقطعوا ديروا لهم غير المقص كيقطعوهم دوائر. دابا نمشيو نشوفوا الحشوه. كتاخذ واحد المقله كتسخنوها مزيان، عاد كديروا صدر ديال الدجاج وشويه زيت البلديه. الا بغيتو ديروا الزيت الروميه ماشي مشكل. كديروا شويه ديال البزار، شويه ديال الزعتر والتحميره. الا عندكم العطريه ديال الشاورما تقدروا ديروها مباشره، يعني ماشي ضروري ديروا هاد العطريه هادي، ديروا عطريه ديال الشاورما مباشره. غير هي المقله كتجهدوا عليها مزيان مزيان باش هذاك الدجاج ما يطلقش لينا الماء. كتبقاو تحمروا فيه مزيان. ولا بغيتوا البنات ديروا حتى عندكم بودر ديال الثومه ولا البودر ديال البصله كديروها. كتزيدوا الكركم اولا داك خرقوم البلدي اولا الزعفران، كل واحد اش يقول ليه. المهم حتى هو كيعطي المذاق زوين. كتزيدوا شويه ديال القزبر ومعدنوس. علاش كتخليوه القزبر ومعدنوس بالاخر؟ باش كتبقى هذيك النسمه ديالو ما كيتحرقش في الطياب. صافي كتخليو الخليط حتى كينشف من الماء، ما كتخليوش فيه الماء باش ما يفزكش لكم الرغيف. كتاخذوا كتحيدوا هذاك الخليط في نفس المقله، كديروا شويه ديال الزيت وكتشحروا هذيك البصيله حتى كتهبط مزيان. يعني كتحمروها مزيان حتى كتهبط. من الاحسن ديروا مثلا ديروا 2 بصلات باش كتعطيكم الحشوه كثيره وكتعطي حتى المذاق. ضروري هاد المرحله تحمروا هاد البصله
ولا بغيتو ديروا نفس العمليه، يعني ديروا هذيك الدجاج وتخلطوا مع البصله وتحركوا كلشي في دقه واحده، ماشي مشكل. صافي غير كل حاجه كتعطيوها حقه وصافي. البصله كتحمر بوحدها والدجاج حتى هو كيتحمر بوحدو. كتزيدوا ليه شويه ديال الملحه والبزار، وكتزيدوا شويه ديال التحميره باش كتعطيكم هذاك اللون الزوين اللي كتكون في ديك البصله. صافي كتشحروا هادشي مزيان. من بعد عاد كتزيدوا شويه ديال قزبر ومعدنوس، ولا كديروا الا ما عندكمش، الا عندكم البصله خضاريه ديروها، الا ما كانش غديروا الفلفله حمراء وحمراء وخضر، يعني ديروا جميع الانواع ديال الفلفله اللي عندكم. عاد كتزيدوا القزبر ومعدنوس، ديما كنقول لكم زيدوه حتى الاخر باش كتبقى النسمه ديالو. صافي من بعد ما كيتشحر كلشي مزيان وكيهبط، عاد كتزيدوا الدجاج وكتخلطوا هذا الشيء باش كينسجموا المكونات. دابا غادي نمشيو نشوفوا الطريقه كيفاش غادي نعمروا هذا الطاكو. كتاخذوا كل رغيف الحشبه، يعني كديروا فيه 2 معالق هكاك باش تعمروه مزيان. وفي هاد الوقيته البنات الفران كتشعلوه يسخن مزيان، يعني بحال كطيبوا الخبز باش يلا كيسخن. الوقيته اللي كتكملوا تستافوا التعمر في اللاطه كيكون الفران سخون دغيا، كتدخلوا هادشي الفران وكتخرجوه راه دغيا، لان المكونات كلشي طيب، رغيف طيب كلشي. كتاخذوا غير شويه ديال الفرماج وكديروه فوقو، يعني غير شويه. مثلا ما عندكمش الفرماج محكوك ممكن ديروا الفرماج ديال ساندويتش، كديروه في الاول فوق الدائره وكتخويوه فوق الخليط. ولكن احسن طريقه هي هذه. المهم كتاخذوا الفرماج وكتديروه فوق هاد التاكوس وكتدخلوهم الفران، كتخليهم حتى كيتحمروا مزيان في الفران وكيجيو محمرين، كيذوب هذاك الفرماج وكتحصلوا على هاد النتيجه زوينه بزاف. هانتوما كي كتشوفوا الشكل النهائي، هاد الميني طاكو زوينين بزاف كي كتشوفوا الشكل ديالهم زوين. كيف قلت لكم تقدروا ديرهم كبر من هاد الشيء، تقدروا تعوضوا الدجاج بالكفته، تقدروا ديروا غير الخضره بوحدها، يعني ماشي ضروري ديروا الكفته ولا ديروا الدجاج، يعني ديروها غير بالخضره حتى هي كتجي زوينه بزاف. تاكوس كتوجدوهم ميني تاكو كتوجدوهم غير في الدار بالمكونات كاملين في الدار، يعني ما تحتاجوا تشريو حتى حاجه. ولا ما بغيتوش تصاوبوا العجينه ديال التاكوس راه كيتباع الرغيف دابا ولا موجود، يعني في المحلات كيتباعوا هذا الرغيف، يكفي ان تقطعوهم صافي. يعني كتحيدوا المرحله ديال الطياب ديال الخبز ديال التاكوس وكتعمروهم، كتقطعوهم دوائر وكتعمروهم صافي وكتدخلوهم الفران. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو وما تبخلوش عليا بلاكات ديالكم، التعليقات ديالكم. شكرا.